مش ساعات بنوصل لمرحلة ونحس إن الحياة واقفة مكانها؟ يعني رغم كل المجهود مفيش حاجة بتتغير؟ ده بالظبط السؤال اللي عايزين ندور على إجابته مع بعض النهاردة. والأصعب كمان لما الواحد يبص حواليه ويلاقي ناس ابتدت بعده بكتير وسبقته بمراحل. طب إزاي؟ إيه الحكاية؟ حظ يعني؟ ولا هما مثلا أذكى مننا؟ لا، الحقيقة إن القصة لا هي حظ ولا ذكاء خارق. الموضوع كله صدق ولا تصدق في 3 غلطات بسيطة جدا أغلبنا بيعملها كل يوم من غير ما ياخد باله، وهي دي اللي موقفة كل حاجة. يلا بينا نعرف إيه هما. نبتدي بأول غلطة، ويمكن دي أكبر كذبة بنضحك بيها على نفسنا، وهي فكرة انتظار الحماس، اللي هو أنا مستني أحس إني عايز أشتغل عشان أبدأ. كلنا حافظين الاسطوانة دي، مش كده؟ لما أبقى جاهز هبدأ، بس الظروف تتحسن وهعمل كل حاجة. لما تجيني نفس للشغل. عارفين الحقيقة إيه؟ إننا بنستنى لحظة وهمية، لحظة مثالية، والخبر السيء إن اللحظة دي عمرها ما هتيجي. وهنا بقى الصدمة اللي بتقلب كل المفاهيم. إحنا فاكرين إن المعادلة ماشية كده، حماس الأول بعدين يجي الشغل. لكن الواقع عكس كده تماما. المعادلة الحقيقية هي الشغل الأول وبعدين يجي الحماس. الشغل هو الوقود اللي بيولع نار الحماس، مش العكس. ابدأ بس ولو بخطوة صغيرة وشوف إزاي الحماس بيلحقك. فكر فيها كده، أي شخص ناجح هل بدأ وهو جاهز 100%؟ لا طبعا، بدأ وهو خايف وهو تعبان وهو مش واثق في نفسه. الفرق الوحيد بينه وبين اللي لسه واقف مكانه إنه قررش يستنى الوقت المناسب، هو اللي خلى الوقت مناسب لما قرر يبدأ وبس. وطبعا لما بنقعد نستنى الحماس اللي مش بيجي، بنلاقي نفسنا وقعنا في الفخ التاني على طول، فخ التسويف، الوحش اللي بياكل الأحلام. ودي الكلمات السحرية اللي بتدمر أي طموح. بكرة هبدأ، خلاص من أول الأسبوع الجاي، أول الشهر بقى. والمشكلة كلنا عارفينها، بكرة ده مجرد وهم، كلمة بنخدر بيها ضميرنا عشان نهرب من المواجهة اللي لازم تحصل النهاردة. والتأجيل بقى عامل زي الفايدة المركبة بس بالسالب. يعني النهاردة الفرق بين اللي بدأ واللي أجل ممكن ما يكونش باين قوي. طب بعد 6 شهور لا، الفجوة هتبدأ توسع وتبقى واضحة. طب بعد سنة الفرق بيكون مرعب، حرفيا عالمين مختلفين. مش عشان حد أذكى من التاني، لا، عشان واحد بس قرر ياخد خطوة والتاني لا. طيب فلنفترض إننا خلاص عدينا مشكلة الحماس والتأجيل، هل كده الطريق بقى سالك؟ للأسف لأ، في وحش تالت مستنينا، شلل التحليل أو الأوفر ثينكينج. دي المرحلة اللي التفكير الزيادة فيها بيشل الواحد تماما. يعني بنفضل نخطط لكل تفاصيلة ونحسب كل سيناريو محتمل ونعمل 1000 حساب لكل خطوة، والنتيجة؟ النتيجة صفر، صفر فعل. ليه؟ لأننا بنبقى مرعوبين من الغلط. الخوف من الفشل بيخلينا محبوسين جوه دماغنا وبس. بس لازم نغير نظرتنا للموضوع ده. الغلط مش نهاية العالم، ده هو الطريق نفسه. ورا كل قصة نجاح بنشوفها في 100 محاولة فاشلة كاميرات ما صورتهاش. الناجحين مش ناس ما بتغلطش، لا، هم بس ناس عرفوا إن الغلط ده هو أحسن طريقة للتعلم، فكملوا. وهنا بقى نوصل للحقيقة اللي ممكن تكون صعبة شوية بس مهمة جدا. محدش جاي، مفيش فارس هيجي على حصان أبيض ينقذ الموقف، مفيش لحظة سحرية هتنزل من السماء. المسؤولية كلها من الأول للآخر على الشخص اللي بيشوف نفسه في المراية كل يوم. طيب بعد كل ده إيه الحل؟ الخبر الحلو إن الحل أبسط بكتير مما نتخيل. ابدأ دلوقتي ببساطة. والبداية دي ليها 3 قواعد أساسية. أولاً، ابدأ بأي حاجة مهما كانت صغيرة، أي خطوة تكسر بيها حالة الركود دي. تانياً، اشتغل كل يوم، كل يوم، حتى لو 5 دقايق، حتى لو من غير نفس. الاستمرارية هي اللي بتبني العادة. وتالتاً ودي الأهم، بطل تفكير وابدأ تنفيذ، حول الأفكار لأفعال. يعني الخلاصة كلها في كلمة واحدة، الاستمرارية. محدش طالب المثالية، الكمال ده وهم، لكن الاستمرارية هي دي اللي بتجيب نتائج على أرض الواقع. تخيل كده معايا، سنة من النهاردة في سيناريوهين. الأول، الواحد ممكن يكون في حتة تانية خالص، حياته اتغيرت للأحسن. والتاني ممكن يفضل في نفس المكان بنفس الشكوى ونفس الإحساس إن الحياة واقفة. الفرق بين السيناريوهين دول مش معجزة ولا ضربة حظ، الفرق كله هو قرار واحد بس، قرار بيتاخد النهاردة. السؤال بقى، القرار ده هيكون إيه؟